السلام عليكم، شايفين المهلبية بالنسكافيه؟ يلا بينا نشوف عملناها ازاي المهلبية التحفة دي. عندي هنا حوالي كوبايتين من اللبن، هضيف عليهم معلقتين كبار دقيق، وكمان معلقتين نشا، والسكر حسب الرغبة. انا حطيت هنا 3 معالق. وهقلب ده كله قبل ما احطه على النار، ده كله على البارد. هقلب النشا والدقيق والسكر قبل ما احطه على النار. تمام. قلبتهم كويس قوي، مفيش تكتلات من النشا او من الدقيق. وبعد كده هحطهم على البوتاجاز، وايدي مش هتسيبهم ابدا، هفضل اقلب زي كده. اول ما اللبن يسخن معايا هنزل بمعلقتين كبار نسكافيه بلاك ساده. ماشي. اول ما اللبن يسخن معايا، بس عشان حبيبات النسكافيه تدوب معاكي بسرعه وما ايه تبقاش لو نزلتيها على اللبن ساقع فمش تبقى مش ظريفه كده. تمام كده. اول ما ابتدي يدخن معايا هنا عندي معلقه نوتيلا هحطها عشان تعزز الطعم كده وتبقى طعمه جميل وغني. وهقلب عشان النوتيلا بقى مع النسكافيه يبقى ايه دمار شامل. قلبت كده خالص معلقه النوتيلا والمهلبيه غلت وبدات تتخن اهي زي ما انتم شايفين كده. هنزل بالسر بتاعي اللي هو ايه معلقتين كبار كريم شانتيه. تمام. لو عندي برضو ايس كريم فانيليا كنت ضفت، ولو ايس كريم شوكولاته برضو كنت ضفت، كانت بقت جميله جدا. بس انا حابه كده طعم النسكافيه يبقى ايه هو اللي رئيس الدور يعني. الطعم كان خرافي على فكرة، جميلة جدا. خلاص كده نزلتها، هفضيها بقى في الاطباق بتاعتي او الكاسات بتاعتي او الكوبايات بتاعتي زي ما تحبي خالص. والزواق ده ليكي، اي حاجة عندك تزوقي بيها، اي حاجة موجودة في البيت. انا كان عندي هنا جوز هند، وكمان كان عندي الكور اللي هي بتاعت الشوكولاتة دي اللي اشتريتها من محلات الحلواني يعني. ودي كريزاية هنا وكريزاية هنا. وكمان اللي مش بيحب جوز الهند حطيت له الكور اللي قلت لكم عليها دي اللي بطعم الشوكولاته. يعني حاجه ظريفه كده وخفيفه وسريعه جدا تعجب الولاد. يا رب تعجبكم. سلام، وانتظروني ان شاء الله فيديوهات جايه كتير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بصوا هوريكم كمان هنا ما شاء الله المهلبيه من غير ما تدخل تلاجة ولا حاجه. شايفين متماسكه وكريمي ازاي في نفس الوقت؟ ما شاء الله كريميه جدا، تحفه. جربوها وادعولي. سلام.